بسم الله الرحمن الرحيم. نحن سعداء بهالملتقى هذا اللي هو اللاف بيردز. طبعا هذا الملتقى نحن كبلدية دبي يشرفنا انه يكون في سوق الطيور في منطقة ورسان. مثل ما هو ملاحظ ان الملتقى ما شاء الله يجذب كثير شرائح من المجتمع، وهذا طبعا فخر لنا ان في الاخير نجاح الملتقى بيكون من نجاح السوق، ونحن هذا اللي نهدف منه، ان السوق يكون له حركه ويكون له مبيعات، وطبعا يكون على وجه حضاري مرتب ان شاء الله. مشكورين على الحضور ومشكور على الحضور. ورحمة الله وبركاته. أخوكم صالح بن شامس، رئيس ملتقى مربي طيور الحب في الإمارات. اليوم اجتمعنا ويا الأحبة في معرضنا الثالث في الإمارات، وشرفونا الأخوة من دول الخليج جزاهم الله خير. كان تشريف لنا من قبلهم من البحرين ومن السعودية. نشكرهم على حضورهم، إن شاء الله يكون معرض ناجح وبالتوفيق للجميع إن شاء الله بإذن الله. تطلعاتنا إن شاء الله في المعارض القادمة نكون في معارض خليجية إن شاء الله بإذن الله، تجمعنا كلنا تحت مظلة واحدة، تحت راية واحدة، كلنا بقلب واحد.
الطير، من حجمه، من شكله، من لونه. حتى عندنا بعض الأوقات أخطاء خلقية بسيطة موجودة في الطير، يمكن هو يكون مميز جدا جدا مميز، لكن بسبب عيب خلقي بسيط نضطر نضطر نستثنيه. ما راح يحسب مجرد خسارة بسيطة، لا، نضطر نستثنيه، لأن في النهاية احنا جايبين الطير كطير شو، يعني طير مجهز بالكامل. بعض الأوقات الطيور تكون مميزة، لكن بسبب إن احتمالنا احنا كمربين نشيل الطير على طول من الفروخ ماله ونسيبه، حطيناه بشكل بعدها بنلاقي الطير هني لا منظف لا مرتب لا مجهز، بعد بالتالي بيخسر بعض الأوقات. طبعا ما شاء الله المستوى الموجود في الإمارات هذا الحين المعرض الثالث، كل معرض تقارنه بالمعرض اللي قبله تشوف مستوى الارتقاء مو يعني درجة ولا درجتين، ما شاء الله وصلنا إلى مراحل جدا عالية. اليوم في بعض الطيور بكل تأكيد لو راح تنافس عالميا ترجع المراكز أولى، ترجع المراكز فضل عملهم ومجهودهم ودعمكم الدائم إليهم. دعمكم إليهم دائما هو الحافز الأكبر إليهم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء محمد وآله الطيبين الطاهرين. ما شاء الله، نبارك للإخوان في بلادنا الثانية دولة الإمارات الشقيقة بمعرضهم الثالث، والطيور ما شاء الله يعني مستويات إلى الأفضل. تفاجأنا الحقيقة، يعني بعض الطيور لها مستويات ما شاء الله حتى تنافس المستويات الأوروبية. أتمنى لهم كل التوفيق والنجاح في هالمعرض وفي معارضهم إن شاء الله القادمة، وإلى مستويات أفضل من هذه إن شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وآله الطاهرين. معاكم أخوكم المربي من المملكة العربية السعودية غالب بن عبد العزيز آل درويش. تشرفنا في هذا اليوم العظيم في زيارة إخواننا في دولة الإمارات العربية المتحدة في هذا المعرض الراقي لطير الروز. والحمد لله يعني شفنا المعرض باهر وجدا وعمل رائع لإخواننا في الإمارات العربية المتحدة، وأهنئهم على هذا العمل الرائع جدا، وإن شاء الله يكونون إن شاء الله للأفضل في المعارض القادمة، ونكون إن شاء الله نشاركهم في هذه المعارض دائما. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم اخواني، معكم محمد اسماعيل من مصر، مربي طيور حب في الامارات. وطبعا ده المعرض الثالث لطيور الحب. وطبعا زي ما احنا شايفين النهارده مستوى راقي جدا جدا، ومرحب بكل اخواننا جايين من الكويت والبحرين والسعوديه الصراحه لمشاركه الفعاليات النهارده. وطبعا النهارده الحمد لله كل معرض فيه تطور اكتر واكتر، وفيه جدا مستوى راقي للطيور. اتمنى اشكر كل اللي شاركونا النهارده، واتمنى ان شاء الله المعرض الجاي كلكم تيجوا وتبقوا معانا. وهذه اساس وقام ان شاء الله دائما يبدا، لان المحبه وديرها اسمعين. حضور اليوم شارك فيه اخواننا في الامارات في كل دولنا الخليجيه ما شاء الله موجودين. طبعا مستوى الطيور الموجوده جدا قاسيه. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الخلق والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الإخوة الأعزاء في دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة، مجهود كبير وروح جميلة تتصفون بها، ورغبة صادقة وقوية للتطوير لاحظناها ولمسناها في هذا المعرض، وتمنياتنا لكم بالتوفيق والنجاح.